معاشر المتكتكين والمتكتكات، تنبيه مهم جدا. هذا الهاتف الأحمر فيه أشياء مهولة، في أشياء خطيرة، في أسرار الناس. وأنا صاحب سر، أنا أحترم الأمانات وأحترم المجالس ولا أفرط بها لو دفعت راسي. هذا الهاتف الأحمر لأنني أصون الأمانات وأصون الخاص، فيه أشياء ممكن تعمل حرب، يعني ممكن تعمل كارثة، ممكن تعمل فتنة لو أنني صاحب فتنة. هذا الهاتف الأحمر أنا لم أخرج منه شيء، حتى ضد من تجنوا علي ومن ظلموني ومن شوهوني ومن كانوا يهاجموني ليل ونهار ومن سبوا أمي. ولدي هنا ما يحرقهم تماما، بل ولدي هنا ما يدخلهم السجن. صافي. فأتمنى وهذا تنبيه وصلوه لأنه بلغني أنه يتم تداول الهاتف الأحمر. الهاتف الأحمر هذا في أيدي أمينة، ليس مادة للمماحكة. أنا خاطيني لعب دراري، الشباب اللي متصارعين في التيك توك واللي قاعدين يضربوا بعض الآن واللي قاعدين يسبوا بعض ويخونوا بعض، وبعضهم يلمح للآخر بالهاتف الأحمر. هذا الهاتف الأحمر أنا نفسي ما استخدمتوش لأنصر نفسي، فكيف سأسمح لشخص يلمح أنه ما في الهاتف الأحمر يدين فلان خصمه؟ لا يمكن أن يستخدم. أنتم عند شخص يعني من الطراز النادر. سعد الشرعي ما الحمد لله الناس في الدنيا معادن، والله إني ذهب مصفى. أنا لا أمدح نفسي عادة، بس هذا حتى تطمئن قلوبكم. لا يفكر أي شخص داخل التيك توك أنني يوما ما وبدأت التواصل، بدأت الوساطات أنه يا أسعد خرج ما في الهاتف الأحمر. ليش؟ لأنه فلان يريد أن يفضح غريمه الآخر. لا يمكن أن يكون أسعد الشرعي، شوف هذا، حتى هذا الاتصال خطير. لا يمكن أن يكون أسعد الشرعي أو هاتفه الأحمر أداة بيد مغربي ضد مغربي. مستحيل، أموت قبل ما أكون هكذا. لا يمكن أن أكون سببا في أنه مغربي يضرب أخيه المغربي عن طريق الهاتف الأحمر. أنا ما خرجتها ولن أخرج هذه حتى أموت. وهذا الهاتف الأحمر أوصيت به ناس كثير، يعني الذي هم قريب مني، قلت إذا مت حرقوه وادفنوه حتى يموت الذي فيه معي. إذا ستخرج ما في الهاتف الأحمر هذا هو للسلطات الرسمية. أنا قادم إلى المغرب قريب، إذا استدعتني جهة مختصة وقال تعالي أسعد فلان نبحث عن إدانة على فلان، هذا موجود. أنا أحترم الدولة المغربية وسأسلم لها هذا الهاتف الأحمر هدية مني لهم بما فيه. يشوفوا اللي في حاجات. والله أنتم شوفوا، خصمكم الذي خاصموني يوما ما شريف، رغم أنكم كان معظمكم بلا شرف، لكن أنا شريف والله ما استخدمت ضدكم شيء. أقسم بالله أن لدي هنا ما يحرق أشخاص ترونهم الآن رموز، بل أن هناك أمر خطير كانوا يقولونه حتى في حق مقدسات من مقدسات المغرب. أنا لست لئيما وأنا لا أهدد هنا. أنا أقول لكم الجهات الرسمية تريد تأخذ مني هذا الهاتف وتفرغ ما فيه وينال كل ممن فيه بلاويهم هنا جزاؤه، فلينال، ما عندي مشكلة. أما أنه أنا سأمنح شخص صلاحية أنه يدخل لا تليفوني أو أعطيه ما في التليفون عشان يضرب أخيه المغربي في التيك توك، لا وألف لا، لا وألف لا. وخلوني أنا وهاتفي الأحمر لا تذكرونا. أنا نبذتكم ورميتكم وراء ظهري، ولا عبرتكم ولا عملت لكم قيمة ولا لكم وزن في حياتي، ولا حتى خلية واحدة من خلايا الدماغ تفكر فيكم. قالوا في 50 مليون خلية دماغ، والله ولا خلية تفكر فيكم. خلوني لوحدي. لا يفكر أحد أنه ممكن يستخدمني على أخيه المغربي نكاية في أخيه المغربي الذي هو كان يسبني. لا 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 لا. إذا أنتم متعودين على أصناف رديئة من البشر، لا، الذي قدامكم شخص ما يعمل هذه. لا يمكن أن أعملها حتى لو أموت. صافي. هذا أمانة في عنقه.
من حسن حظكم أنه خصمكم شريف، ولو أنكم كنتم بلا شرف وبلا أخلاق، بدليل أنكم تضربون بعض اليوم يلي عملتوا فيها زيطة وزنبلطة. خلاصة الموضوع، أنا وتلفوني لسنا طرفا في أي صراع تكتوكي مغربي. خاطيني لعب دراري، خاطيني لعب عيالات، لو سمحتوا خلوني بعيد، ولا تذكروا هاتفي الأحمر، ولا يتفوه أحدكم بالهاتف الأحمر، ولا يهدد أحد منكم الآخر بهاتفي الأحمر. هذا إنذار، إنذار. الجهات الرسمية في المغرب أنا تحت أمركم، أنا رهن الإشارة، أسلم كل ما في هذا الهاتف الأحمر إليكم. إلى اللقاء.